عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل جواك لما بتقع في الحب؟ مبدئيا كل اللي بيحتاجه الحب منك هو لحظة واحدة بس، بتلاقي الدم كله اندفع في كل اجزاء مخك، وفي بقى طوفان هرمونات حصل لك، سيروتونين، دوبامين، وادرينالين، كل دول في نفس اللحظة بيطلعوا مرة واحدة، وخلال ثواني بتحس ان قلبك بقى بيدق اسرع والتنفس بتاعك بقى مقطع. ولكن في الحقيقة اللي بيربطك بالشخص اللي انت بتحبه ده ما هوش القلب ولا العين، ولكنها هرمونات تانية زي الاكسيتوسين، ومعاه هرمون كمان، ودول اللي مسؤولين عن ان هم يكونوا الانبهار اللي بيتحول لحب وبعدها بينتهي بتعلق. لكن يا عيني بقى مخك بتبقى حالته تصعب على الكافر، بيكون بيحاول يوازن الهبل اللي انت عامله عشان يمنع جسمك ان هو ينهار. لكن بعد كل اللي انا قلته ده هصدمك بحاجة تانية، وهو ان العلماء لما عملوا ابحاث وحبوا يعرفوا الانسان ممكن يقع في الحب كم مرة، لقوا ان الانسان ممكن يقع في الحب من 2 ل7 مرات. فانت لو مريت بتجربة وحشة ومفكر انك عمرك ما هتحس بالمشاعر دي تاني، فانا عايزك تطمن، لانك ممكن تدخل علاقة بعدها وتحس نفس المشاعر واكتر. عرفوني بقى انتوا في المتوسط وقعتوا في الحب كم مرة؟